مرحبا بكم جميعا، وأهلا بكم في قناة كولتور ميديا الجيري، ثقافات ميديا الجزائر. أقدم لكم اليوم خلاصة مأخوذة من الجزء الأول من كتابي الذي سيصدر قريبا بعنوان الجزائر: كلمات مثقفين وكتاب وفنانين، والمقرر نشره على منصة أمازون KDP بتاريخ فاتح سبتمبر 2026. يخصص هذا الجزء الأول أحد بورتريهاته لشخصية بارزة، فملخص على كل حال، لكنها قليلة القراءة من صفوف النخبة الفكرية الجزائرية، خاصة التي تقرأ وتكتب باللغة العربية. لماذا لست أدري لماذا، رغم أن الأشرف هو مترجم إلى اللغة العربية؟ كما لا أرى في جامعاتنا مؤلفات أو دراسات لطيب تزيني مثلا، أو محمود أمين العالم، أو هشام جعيد، أو لطفي الخولي، أو جلال العاظم، أو طرابشي وغيرهم كثيرين، عبد الله العروي، كثيرين غائبين في أقسام العلوم الاجتماعية والآداب باللغة العربية. من هو الأشرف؟ مصطفى الأشرف هو كاتب مقالات وشاعر ومؤرخ وكاتب معروف جدا في الحقيقة، ورجل سياسة. وأنا أعرف أن كتابه الجزائر أمة ومجتمع قد منع في شيلي بعد انقلاب بينوشي على علياندي في 1973. ولد سنة 1917 وتوفي سنة 2007. مصطفى الأشرف هو صاحب عدة مؤلفات أصبحت من معالم الفكر الجزائري والعالمي المعاصر. الجزائر أمة ومجتمع، الصادر عن دار ماسبيرو في 1965. كتابات تعليمية حول الثقافة والتاريخ والمجتمع، الصادر بالجزائر العاصمة سنة 1987. أسماء وأماكن، ذكريات جزائر منسية سنة 1998. والقطائع والنسيان سنة 2004، وكتب أخرى. لكن قبل أن نروي اللقاء الذي يشكل الخيط الناظم لهذا البورتري، لابد أن نتوقف لحظة عندما يلفت الانتباه فيه للوهلة الأولى. نظرة ثابتة مستقيمة شبه سريرية، نظرة كما بين ميشيل فوكو بخصوص علاقة المعرفة بالسلطة، ليست أبدا بريئة، إنها آلية، طريقة لترتيب المرأة وتصنيف الخطابات والكائنات. عند الأشرف تعمل هذه النظرة وكأنها أداة مراقبة موجهة ضد السلطة نفسها. هو الذي شغل أرفع مناصب الدولة، وكان يعرف أكثر من أي شخص آخر إلا أي حد يعد قول الحقيقة داخل جهاز الدولة مغامرة عالية المخاطر. هذا التوتر بين حرية الكلام وموقع السلطة الذي لم يحسم أبدا يخترق مساره
بإكمله. هذا يذكرني بصديق للمصطفى، صديقين لمصطفى الأشرف مصريين. الأول هو حسنين هيكل، صحفي ومدير صحيفة في الأهرام، وكان مقرب جدا من جمال عبد الناصر، ولطفي الخولي الذي كان يحبه إذا صح التعبير ناصر ويسجنه. وليس هو الوحيد في هذه الرتبة إذا صح التعبير. لطفي الخولي البورتري الذي كتبته على الأشرف. إذن أفتتح هذا البورتري بحادثة كاشفة في لقاء كان من اللقاءات الأولى لي مع الأشرف. يطرح الأشرف سؤالا مباشرا على محدثه: أنا، هل تعرف هذه المرأة؟ صمت محرج، خيبة أمل ظاهرة على وجه الأشرف، الذي ينتهي به الأمر إلى الكشف عن الاسم: دونيس بارا. كانت هذه المرأة إلى جانب زوجها روبير من بين الكاثوليكيين اليساريين الذين انحازوا منذ البداية لاستقلال الجزائر. ثمنا لذلك تعرض لعدة إدانات وفترات سجن. كان روبير بارا أول صحفي فرنسي ينجز تحقيقا صحفيا داخل جبال المقاومة الجزائرية، نشر سنة 1955. كما كان روني فوتيه هو أول من صور المجاهدين في الأوراس. وقد ألف الزوجان سنة 1956 الكتاب الأبيض، الكتاب الأبيض حول القمع في الجزائر، وهي وثيقة استخدمتها الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية وخاصة الأمم المتحدة. أنا كنت أعرف قبل هذا اللقاء كل أعمال روبير، وخاصة المؤلفة، أتكلم عن المؤلفات على المقالات، على الكتب، كل كتب روبير ودونيس بارا، ولكن لا أعرفهم شخصيا. وكان يطلب مني مصطفى الأشرف لأنهم ساعدوا الثورة الجزائرية، فعلي أن أعرفهم شخصيا. ولكن كنت أعرف ولدهم باتريس، اللي كان صديق لي، كان صديق. هو كذلك كان صحفي، توفى عنده سنوات. هذه اللحظة كاشفة بالنسبة للأشرف. لا يمكن فصل العمل. هنا كتاب أمل وكلمة، اسبوار et parole، مجموعة نصوص جزائرية تعود إلى الفترة 55-62 عن الشخص الذي كتبه. عدم التعرف على دونيس بارا يعني تجاهل جزء من تاريخ المعاش للثورة الجزائرية. وأنا لا أستطيع أن أعرف كل من ساعد الثورة الجزائرية شخصيا، هذا من المستحيل، وهم كثيرين، سواء كانوا في فرنسا، في ألمانيا، في كل الدول، وفي الدول العربية كذلك، وفي الدول اللاتينو أمريكية. كثيرين ساعدوا الثورة الجزائرية ونضلوا لاستقلال الجزائر. وتلك النظرة كما يروي السارد أو أنا، كانت تتغير لونها دون أن ترمش أبدا، نظرة مستقيمة وصريحة على
صورة الأفكار أو على صورة أفكاره الحادة. يعود جوهر البورتري بإسهاب إلى أكثر محطات حياة الأشرف، تعرضا للأضواء توليه سنة 1977 حقيبة وزارة التربية الوطنية في آخر حكومة يقودها هواري بومدين. كان قد رفض هذا المنصب ل10 سنوات تقريبا قبل أن يستسلم لإلحاء الرئيس هواري بومدين، وما إن تولى المنصب حتى وجد نفسه سريعا في مرمى هجمات تيار محافظ يصفه هو نفسه بأنه تحالف تحقق منذ الاستقلال بين بقايا تيار علماء قديم وجيل جديد من متعصبين للتعريب المتأثرين بالفكر البعثي. ونعرف أن الأشرف كان من الذين يتكلمون عن التعريب، ولكن عن تعريب لا يكون سريع. وكان كذلك هو أستاذ باللغة العربية، أستاذ اللغة العربية، ومعروف بأنه قد درس مثلا في لوي لوغران في بعض الأماكن الأخرى اللغة العربية، وكان قريب كذلك من بعض الكتاب والعلماء علماء المشرق، منهم طه حسين، منهم نجيب محفوظ، منهم لطفي الخولي، منهم حسنين هيكل، كذلك يوسف إدريس وغير ذلك. إذن وقع نادرة في الجزائر تلك الحقبة. للمرة الأولى منذ الاستقلال تجرأت الصحافة بأوامر، هذا معروف، على مهاجمة وزير في منصبه علانية. قاد عبد الله شريط فيلسوف حملة ضده بعد حوارات دفع فيها الأشرف على الثنائية اللغوية وعن إصلاح جذري للمدرسة، وكان يدافع على اللغة العربية عكس ما قيل من طرف بعض الأوساط. وحاول بومدين حمايته حتى أنه هدد المسؤولين عن هذه المؤامرة، لكن مرضه الذي كان يعاني منه حال دون أن يذهب أبعد من ذلك في دعمه، وانتهى الأمر بالأشرف إلى تقديم استقالته بدلا من مواصلة معركة شعر أنها خاسرة، وخرج من الحكومة في أبريل 1979 بعد مجيء شاذلي بن جديد إلى رئاسة الجمهورية. ولم يكن وحيدا في هذا الموقع غير المريح، إلى جانب محمد صديق بن يحيى الذي لا يستغنى عنه. بن يحيى كان صديق قريب جدا لبومدين وقريب جدا كذلك للأشرف ورضا مالك. إذن كان بومدين قد عين 3 وزراء غير تقليديين سرعان ما وجدوا أنفسهم موضع جدل: الأشرف ورضا مالك وعبد اللطيف رحال، الذي نعت من البعض بأنه راجل الكومبوس منها أمريكا، لأنه كان سفير لأمريكا، وهذا بعض المتطوعين في الثورة الزراعية. وكان الأولان من هما موسومين باليسارية، رضا مالك والأشرف، وبالتالي مثيرين للريبة عند أنصار هوية جامدة ولغة تفهم كمجرد حفظ للتراث. ما يلفت الانتباه في هذا البورتري الذي كتبته
هو أن الأشرف لم يبحث يوما عن راحة الإجماع، لا من جانب السلطة ولا من جانب المثقفين الذين يسمون أنفسهم تقدميين، فقد عارض بشدة بعض أفكار فرانس فانون، وخاصة تلك التي تجعل من الفلاحين النواة الثورية بامتياز، وهي قراءة اعتبرها سطحية، رغم اعترافه بالإسهام الكبير لفانون في الفكر الثوري والقضية الجزائرية. ولم يستثني الأدب الجزائري نفسه من نقده، ولم يستثنى عفوا الأدب الجزائري نفسه من نقده. ففي سنة 1952 وإلا جانب المؤرخين محمد الشريف سحلي ومحفوظ قداش والشاعر جان سيناك قاد لائحة اتهام قاسية ضد رواية التل المنسي لمولود معمري، عاتبا عليه عدم تطرقه للاستغلال الاستعماري وتقديمه صورة إثنوغرافية مفرطة عن قرية طازة. كان جدلا من جدالات الشباب، ولد من تصور نضالي مفاده أن على كل كاتب أن يكرس نفسه لآلام الاستعمار، وهو جدل تراجع بعد الاستقلال ليفسح المجال لصداقة استعادها كل الأطراف. فمعمري كان قريب، أصبح قريب من الأشرف، والأشرف من قداش وساحلي وغير ذلك. كما تميز عن الإجماع النقدي برفضه الإشادة دون تحفظ بفيلم معركة الجزائر لجيلو بونتيكورفو، الذي اعتبره متأثرا أكثر من اللازم بالبعد الاستعراضي، مفضلا عليه تحيا يديد لمحمد زينات، نوى لعبد العزيز الطلبي، أو عمر قتلة لمرزاق بكطاش. وفي سنة 1964 هذا المناضل الكبير الذي سجن في أكتوبر 1956 مع بن بلة، بوضياف، خيضر، وايد أحمد، بعد حادث الطائرة، بعد حادث الطائرة. إذن أظهر في 64 خلاف مع الكاتب والصحفي مراد بوربون، الذي كان آنذاك رئيس اللجنة الثقافية لجبهة التحرير الوطني. هذه الحرية في التعبير بوضوح وصفه الأشرف، أتكلم عن وصف الأشرف لبوربون. إذن وصف الأشرف بوربون بجدانوف الصغير. جدانوف هو الذي كان في روسيا في وقت الاتحاد السوفيتي، كان من يدافعون عن ما يسمى بالأيديولوجية، بالغلق على الكتاب الذين لا يحترمون، إذا صح التعبير، ما يسمى بالفكر الاشتراكي. وستشهد الأحداث انقلابا، فبعد انقلاب بومدين سنة 1965 سلك بوربون طريق المنفى الذي كان فيه الأشرف، بينما تولى الأشرف مسؤوليات رسمية، وهو ما جعله عرضة في المقابل لاتهام بعض المثقفين له بعدم التنديد بما يكفي بانتهاكات حرية التعبير في عهد بومدين، لأنه كان من أقارب بومدين، قريب جدا هو لبومدين، وكان رده حاسما: لم أصمت يوما، كنت أتكلم، كنت أدافع عن قضية من يعانون. على مستوى الأفكار دافع عن الأشرف
على تصور الهوية معاكس تماما لأي ثبات. فالهوية في حركية مستمرة يقول مصطفى الأشرف. فبالنسبة إلي الهوية الجزائرية ليست أبدا ساكنة، إنها في في مسيرة مستمرة، في حركية مستمرة، في تمازج مستمر، وفي تعارض مع كل انغلاق هوياتي. كان يقول كل هاوية معقدة ومتغيرة على عكس الصورة الجامدة التي يرسمها عنا الغرب الاستعماري والمتابقة البعثية، لأن كان يعتبر أن ما يسمى بين البعثية أو هي حقيقة وليدة الفكر اليميني الفرنسي أو الفكر الاستعماري. فيقول بأن في البداية فكان عند البعث، وخاصة عند بيطار مثلا، علاقة مع كل الذين كانوا يمثلون اليمين في فرنسا في الأدب، واليمين المتطرف، ويذكر مثلا باريس ويذكر البعض الآخر. وحتى النظرة إلى اللغة العربية فهي نفس النظرة الموجودة من طرف باريس التي كانت عند باريس للغة الفرنسية. فهي هناك مطابقة يقول مصطفى الأشرف. إذن فكره أو فكر يقربه من إدوار غليسون ومن مفهوم التعددية الثقافية عند الأنثروبولوجي الكوبي فرناندو أورتيز. تقارب فكري غدته جزئيا فترة إقامته سفيرا في أمريكا اللاتينية، حيث خالط مثقفين كانوا يعيشون في السرية تحت وطأة الأنظمة الدكتاتورية، وكان له أصدقاء كبار مثل بابلو نيرودا، كان له صديق كذلك ماركيز، جابرييل غارسيا ماركيز، كان كتاب برازيليين مثلا كان صديق لأمادو، وكانوا أصدقاء آخرين كثيرين في كتاب معروفين في أمريكا اللاتينية. وكما قلت في البداية فإن كتابه الجزائر أمة ومجتمع قد منع بعد الانقلاب انقلاب في 1973، انقلاب ديكتاتوري الفاشي في بينوشي ضد الياندي في شيلي. وهذا الحرص نفسه على الدقة هو ما يحركه حين يكتب مذكرته. أسماء وأماكن، نص يتجنب بعناية ضمير الأنا رغم حضوره الطاغي في جنس المذكرات، فهو لا يستعمل كثيرا الأنا رغم أنها مذكرات. من الأنا فنرى الأكثر نحن، مفضلا استحضار فئات تبدو أكثر موضوعية: الأسماء، الأماكن. اختيار كاشف لرجل كان يرفض الذاتية المتساهلة بقدر ما يرفض ادعاء كتابة التاريخ بحرف كبير. فهو يقول بأن الأشياء الصغيرة هي التي تنتج التاريخ بحرف كبير إذا صح التعبير. عند وفاته في جانفي 2007 أجمعت التأبينات على تماسك مسار جمع بين الوضوح الفكري والصلابة الوطنية، والكلمة التي تتكرر أكثر من غيرها لوصفه هي القناص الحر، عبارة تعكس جيدا صعوبة إدراج الأشرف
ضمن خانة فكرية أو إيديولوجية واحدة، وهو مثقف حر، وكما يقولون باللغة الفرنسية un libre penseur. وهذه بالضبط المفارقة التي يشدد عليها منذ ملتقى جزائري عقد سنة 2004. الباحثون الذين شرعوا في إعادة تقييم عمله. يبقى الأشرف مرجعا محترما، لكنه قليل القراءة، خاصة في أقسام اللغة العربية وحتى أقسام العلوم الاجتماعية في الجزائر، وإنه موجود كما فانو في جامعة أوروبية. هذه هي المفارقة. ندرس أعمال الجزائريين خارج البلد، وهنا لست أدري لماذا. إذن حضورا يفتقر بشدة لجمهور داخل الجامعات، رغم أن تحليلاته حول إنهاء الاستعمار والعالم الثالث والقضية الفلسطينية لا تزال مرجعية في بعض الأوساط العلمية، فكان قريب لعدة مسؤولين فلسطينيين، ومنهم حوثمة وحبش وغير ذلك وغيرهم، كما محمد يزيد ورضا مالك، الذين كان لهم علاقات وطيدة مع كتاب ومناضلين ومسؤولين فلسطينيين. كنفاني كان قريب لمحمد يزيد مثلا وآخرين. كما سلط العمل النقدي حول تكوينه الفكري الضوء على مسعاه الجريء منذ أربعينيات القرن الماضي لإعادة الاعتبار للتراث الشعري الشعبي، مسعى يحدد داخل الحقل النقدي للنخبة المغاربية تحت الهيمنة الاستعمارية موقفا فكريا فريدا لا يختزل في فئات القومية الأدبية السائدة آنذاك. من منظور أكثر تنظيرا، يمكن القول أن مصطفى الأشرف شغل بالتناوب عدة مواقع في اقتصاد الخطاب الوطني: موقع المناضل السري الذي ينتج خطابا مضادا في وجه المعرفة الاستعمارية، موقع الوزير الذي يحاول من داخل جهاز الدولة نفسه إزاحة خطوط خطاب مهيمن حول اللغة مثلا أو اللغات والهاوية، وكان من مدافعي كل اللغات منهم. وهذا بديهي لأنه كان أستاذ اللغة العربية، ولكن كانت نظرته هي نظرة أصدقائه المشارقة مثل لطفي الخولي، مثل صنع الله مثلا، مثل نجيب محفوظ وغيرهم، لأن كما كان يقول أن اللغة هي مكان للصراع، ونعرف ما يجري اليوم وما جرى في دول المشرق. مثلا كتابة حنا مينا مختلفة تماما عن كتابات آخرين، أو الغيطاني أو سعد الله أو إذن. وكان له كذلك علاقة وطيدة مع طه حسين الكاتب الكبير، الكاتب المصري الكبير. إذن موقع كاتب المذكرات الذي يسعى عبر الكتابة إلى الإفلات من فخاخ الذاتية والمؤسسة، كان له احترام كبير لعبد الحميد بن باديس
الذي يختلف عن وكذلك العربي تبسي ورضا حوحو اللي كانوا يختلفوا على فئة أخرى داخل هيئة العلماء. هذا التنقل المستمر بين مواقع السلطة ومواقف مقاومة السلطة هو على الأرجح ما يجعل حالته فريدة إلى هذا الحد. قليلون هم المثقفون الذين شغلوا بهذا القدر من الاستمرارية النقدية. أنا أذكر دائما وأستشهد بلطفي الخولي وكذلك الكاتب والصحفي المصري القريب من مصر، كما كان كذلك الأشرف قريب من بومدين، وهو حسنين هيكل. إذن قليلون هم المثقفون الذين شغلوا بهذا القدر من الاستمرارية النقدية مقعد الوزير ومواقف القناص الحر في آن واحد. وكان يكتب على كل شيء، على الأدب، على الشعر، على السينما، على المسرح، على المسرح، عن السياسة، عن التاريخ، عن الاجتماع. وكان في الحقيقة في البداية كما محمد أركون هو مدرس اللغة العربية. وهذا التوتر بالذات هو ما يفسر تعرضه للانتقاد من كل أطراف الطيف الإيديولوجي، من كل الطيف الإيديولوجي، فكان لا يرحم أحدا. فله الصراحة الكاملة في التحدث وفي الكتابة. دليل إن كنا بحاجة إلى دليل على أنه كان يرفض شغل موقع السلطة مريح وأحادي، مفضلا مخاطرة الاختلاف على أمان الإجماع، فعلينا أن نتحدث، أن نتكلم، أن نستعمل البرهان والدليل. هذا ما كان يقوله مصطفى الأشرف للتحدث بيننا. وإذا عملنا بالعكس، منا بالشتم والسب، فهذا خطر على المجتمع. وعلينا، يقول وهو يستشهد بآيات قرآنية، علينا ألا نمشي، علينا أن نجتنب الجهلاء الذين يرفضون الاختلاف، يرفضون الرأي الآخر. هكذا كان يقول الأشرف، هكذا كان مصطفى الأشرف رجل النظرة والفكر الذي اختار دائما المخاطرة بالاختلاف بدل أمان الإجماع. أنا عندما أتكلم مثلا مع طيب تزيني فأرى من طيب تزيني هذا الحب للاختلاف، كما وزير سابق كل العلاقة التي تربطه مع السياسة في الجزائر داخل، هي عندها علاقة مع العلماء، وخاصة أن باباه هو الميلي، وزوجته هي بنت تبسي، وهو محمد الميلي الذي كان كذلك يحب الاختلاف. وكان في الستينات أو بداية نهاية الخمسينات من محرري والمسؤول الأول لجريدة المجاهد لجبهة التحرير باللغة العربية. لا تنسوا
مشاركتنا في التعليقات آه، في التعليقات أي شخصية فكرية جزائرية تودون أن نتناولها في فيديو قادم من الشخصيات التي تكلمت عليها أو عنها في كتابي اللي عنده 5 أجزاء. واضغطوا إعجابا إذا أردتم، واشتركوا في القناة لتصلكم الحلقات الجديدة. شكرا جزيلا أصدقائي صديقاتي، وشكرا وإلى اللقاء.